يا مساء الخير، كيفكم جميعا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا كانت الخطة انزل الزاوية هاي واحطها فوق المشلة، كنا متفقين على هذا الاساس وعلى انه بدنا نشتغل هالشغلة هاي. طبعا ما قدرتش انزلها اني اصلا من فوق، طلعت ثقيلة ومعلقة بشغلة مش قادرة اسحبها. هاي اول نقطة. ثاني نقطة، صارت معانا شغلة اللي هي للأسف الشديد يعني رجع باب الخزانة رجع وقع، لزقته بسيليكون ما مشيش الحال ورجع خرب. فقلت لابو خالد علشان هاي شغلته يعني انا ما بقدرش اشتغل فيها هاي الشغله ولا بعرف اسويها. سبحان الله، نصيبنا يلا. غيرنا المطبخ القديم علشان هاي الشغله ورجعنا بالمطبخ الثاني جتنا نفس السلافه. بس الحمد لله على كل حال، هسه بيصلحوا ان شاء الله ابو خالد وبيمشي الحال. عدلتهن. ايوه شايف هذول كان زوايا، حولتهن لمبسطات عشان نحطها. طيب بدي مسامير. لا عراف تنسيق ما فيه. احسن من السيليكون، حط مسامير وخلاص. ايوه انا بدي اعرف شغله واحده، ليش حطيتي سيليكون هون؟ حطيت سيليكون فكرت انه خلص بيتلزق. شو بيتلزق؟ باب بتلزقيه بسيليكون؟ معلش من المتابعين قال لك ما بصيرش؟ لا ما حداش معه خبر، انا اشتغلت من راسي. انت هون قاعده بتصوري؟ آي. يا سلامي وسلسال. ايوه ليش في مسافة تحت هون؟ وين؟ ايوه هاي، زياده هيك منظر. ولا هي مكسورة رايحة؟ عسى انها تركب يا بنت الحلال والامور طيبه. وين راحت المسامير؟ شو بدك المسامير الصغيرة؟ ايوه هنا. وين راح المسمار الثاني؟ ياسمين اعطينا مسامير. ايوه جيتي بوقتك ماما؟ شو؟ بدنا نكمل الطبخة. شو صار؟ يعني طبخت بامية وبدنا بس رز ابيض. شو مساوية غدا اليوم؟ بامية. بامية. كل ما اقول لحد بعطيني نفس تعابير ياسمين، ما حدا طايقة غير خالد. شوفي، وانا باكلها ما بكرهها، بس انه مش مفضلة يعني مو كثير تغيير يعني. ماما تغيير والله، رز دجاج كبسة معكرونات اشياء مثل هيك خلص يلا ماشي. مشان التغيير. الطاسة الوسط. ايوه ايوه الرز ابيض علمتك شلون المرة الماضية. تعرف تطبخ؟ اي علمتها على الرز المرة الماضية. والله ثبتت. قال سيليكون، قال ظل ليلة كاملة وتهاوشني الأولاد لحداش نحرك الباب وحالتنا حالة. اعطيك خبز لخبازه لو أكل نصه وكله كله. أكله كله. شو بعرفني، فكرت حالي مساوي شغلة مليحة. لا انت مليح مساويته بس غلط. بس طريقة غلط. طريقة غلط. ها شوف شغل مزبوط ها. يلا اللي بعده. صحيح ظل الباب الثاني كمان علينا، إن بابين يلا. اللي وقعن وين الباب الثاني؟ برا مش هون. برضو انت اللي حاطه سيليكون؟ آي عليهم الاثنين حطيت أنا. مش حلو هذا. شلون مش إله؟ بدك شو واحد ثاني اصغر؟ ما بعرف، اتوقع فيه ثاني. وين الثاني؟ ركزت يعني مكانها، في اثنين.
راح جبت الثاني ما لقيتش غير واحد هذيك بس وجد. والله مكان نظيف. بدي تاخذ الوكالة مني يا ام خالد. لا مش هيك القصة، بس انت الفترة الماضية كنت مشغول وتيجي متأخر، فقلت خليني اجرب حظي اشوف بعرف اشتغل شغلة. شو طلع؟ طلع نص بنص يعني مش كثير، ما لناش غنى عنك. ماما كم كاس ماي؟ ماما اغمريهن ما بعرف، شو يعني اغمريهن؟ يعني خلي يتغطى الرز بالمي. لاني اساسا مش معاير الرز اني ما عيرته حطيته هيك. كلش خربانة. مين بيقول كلش خربانة؟ كلش العراقية، اللهجة العراقية. اللهجة العراقية وين اللي كان بيدي؟ لهجتهم قريبة كثير على لهجتنا. هاي تقصد الانبساطات هاي في لهجة عراقية بعض المصطلحات عندنا موجودة. طريقة الكلام الاتش هاي. حرف الاتش. ايوه شلونك شو اخبارك؟ عند الأردنيين هاي في عندهم كمان موجودة عندنا اللي هي ما بديش. ايوه مو ما بدي، ما بديش. ما بديش. ما عندي، لا ما عنديش. ما عندي. ماما هلا. تعرفي كأني كثرت ماي صح؟ اي كثرتي مي. انقص؟ اي شيلي وقوي للغاز ماما. ما بتاكل؟ ما باكل. ليش؟ في حرف الإش آخر إشي هذا هو حرف عطف ولا حرف جر ما بعرف بس نفي هذا. هو حرف حوراني هذا. ترى غنية المصطلحات الحورانية. ايوه في مصطلحات ما حداش بيعرفها غير احنا. في بعض الأحرف ما حدش بيستخدمها غير إحنا أساساً، مش موجودة بالقاموس اللغة العربية وتنطق ولا تكتب. ايوه في عندنا حرف ينطق ولا يكتب. عرفته. الأز. ايوه الأز هذا حرف يعني مالوش رسم كتابي هو. يعني شلون هو؟ طلع اسرارنا هسه يا ابو خالد. الأص مع الإز مع أيوة. بعضهم ندمجهم مع بعض بيطلع معك هذا الحرف عشان يعني. يعني مثلا بدنا نقول ما زال. شو بعد في كلمة ثانية؟ ما زبط. ما زبط. ايوه ايوه تعرفي شوية مليحة الماي؟ ايوه هيك كويس. يلا علي للغاز. برضو عندنا مصطلح اصطم الباب. ايوه اصطم الباب يعني هاي مستحيل حدا يعرف معناها. اصطم الباب يعني اغلق الباب. ايوه وقفل. اقفل الباب بالمفتاح. اول ما جيت على السعوديه بتذكر صار معي موقف من وراء الكلمه هاي. كان جارتي قصيميه الله يذكرها بالخير قاعده وكانت رغد صغيره. شو قلت لها؟ ماما اصطمي الباب. اجت ظلت قاعده المره تطلع علي. قلت لها شو ما تقولي شو قلتي؟ قلت لها اصطمي الباب. تقولي شو يعني؟ يعني اغلق الباب. انا كنت جديده بعدني ما بعرفش انه المصطلحات هاي ما حداش بيعرفها غير احنا. هاي مصطلحات متخصصه انه بس ما لهاش بالقاموس باللغه العربيه. ما لهاش كتابه اساسا. ما بتنكتبش تنطق ولا تكتب. جزء كبير من الاردن نفس اللهجه. يعني 99% نفس اللهجه. حتى بشمال السعوديه لهجتنا قريبه عليهم. ايوه اللهجه بعض الحروف صحيح. مش بس لهجتنا يعني يوم اني طبخت الطبيخ المليحي مره قالوا احنا بنعرفه. الكثي بيعرفوه. جميد. ايوه جميد بيعرفوه. وحتى الدبكه والاغاني لهجيني. ايوه بيعرفوها السحجه والدحيه والهذا. ايوه هاي الشغله بيعرفوها. نفس السحجه اللي عندهم موجوده عندنا. موجوده بالاردن برضو السحجه. ايوه دحيه والسحجه نفس العادات والتقاليد. احنا كلنا بلد واحده اساسا.
بس لكن اللي فرقتنا الخطوط هاي اللي يحطون اياها الحدود، اللي اسمها حدود. اللي يسمون اياها حدود. شايف انه اكبر؟ مش عارف شو المشكلة، شو الغلط بالموضوع. كبير. ما بعرف ليش، بس تدعمي معي ما تساوينش على بعض. في فرق. بس احسن هيك عشان اسهل للفتح. اسهل للفتح. بدهن معايرة ولا الباب غلط هو شكله مو؟ هو الباب بده مفصل غلط ولا هو مخلخل المفصلات؟ ايوه. معلش نعيد تصنيعها مرة ثانية. لا ما بدناش، بس بدنا شيء يغطي. خلاص هيك تغطت. والله شوفي المنظر محلاه صار. خلاص. ممتاز. مش واضحة. شيء مساميري هاي. شيء بسيط. الله يعطيك العافية. بقيت سلة الجلي. لا بعد في شغل. يا مخاف. اتوقعها هي برغيين او بدون براغي حتى. دقيقة خلينا نشوفها وين. هاي تلزيق هاي. بس كأنه لزقاتها خربانة، ما بنحطش ليها براغي؟ هاي وين تنحط هون؟ ناكل البامية. وين أشهر أكلة بامية موجودة عندنا بسوريا؟ الدير ولا الرقة؟ الدير. دير الزور. الدير. عندهم الأكل الوطنية. يسموها الثريد كأنه مو؟ لا هذه خليك أكلة ثانية. أيوة بقول ثبت الأساس بالجدار بعدين بنحط الأسلام. أنت بتقولي بس أنا بمشيش على قولك. هيك؟ ييه هيك؟ لا. شلون بدك تجليه؟ شو هالشغل هذا؟ طيب. هيك؟ لا. ولا هيك؟ هرهرت. طيب هيك؟ وشلون بدي أحط الجلي فوق؟ جيبي كرسي وسلة. لا عن جد هي هيك؟ أبو خالد لا تعرف شلون؟ دقيقة. هيك. لا أقول لك على شلون؟ بتنحط على المجلة نفسها. هاي تفشها هيك. أيوة. فوقيها أكرم، فوقيها. دخل من حطيتها هيك قلت لي لا. إنه نزل هيك. شو مش تجلي؟ شلون؟ ما بعرف. ولا ني. بجيب لك سلة جلي ثانية خلاص بلاها. بلاها؟ بلاها أساسا فيها شو اسمه صلب. والله؟ يعني ممكن تنكسر. يلا أو خلاص. أصنع لك واحدة شو رأيك؟ لا ما سيبك بديش. أصنع لك واحدة. هذول عندنا. اليوتيوبات عندي. دقيقة. منفصلة تفصيل ما بدك وحدك إياها. هون مثلا. شوف أسا عرفت. اقلبها هيك. هذول بنحطن على الأرض. أيوة. حطن على رف المغسلة. أيوة. هيك. أتوقع هيك. صح. بس هاي شلون تركبها هاي؟ تضل هيك؟ عندنا المشرقة كذا. نرفعها شوي ونعلقها بالجدار. هيك يعني. أيوة. طيب هذول بنضلن هيك؟ هذول المفترض يثبتن على الأرض. طيب قديش أنا بسوي لك إياها؟ هالمربع هذا أنا بسوي. خلص توكل على الله. بحط لك إياها جزء هون وجزء هون. والجزء هذا بوصل بيناته وشغلة تصير تحطي عليها الصدورة وال الصواني. خلص مش مشكلة. شو رأيك؟ خلص. اتفقنا. مرة الجاية. خليكيش تصافح الهوا خلاص. هذه بس عقد اتفاق مع أولادي أيوة. لازم المصافحة. خلاص أيوة. معناته هاي مليح اللي جربناها عشان نشيلها من القائمة، لأنها صراحة كانت يعني عائق. لا دائما أفكر فيها بدي أركب. خلاص بس شلناها من القائمة. خلاص. أي أبو خالد بالنسبة للي فوق. هاي. أحسن مكان لها هذا. المتابعين بيقولوا لي لازم تركبيها فوق المغسلة. أو بقول حطيها خليها مكانها شوي مكانها. أنا عاجبني المكان. شيل مليح مكانها. شيله مليح ها. والله بدك تبجيني فيها وانا.
عشان هيك قلت اني بدي اركبها لحالي، بس ما قدرتش انزلها من فوق. ما ثقيلة، انا ثقيلة. وياك والولاد كلنا ما بنقدر، عشان نرفع فوق ونطلع نتسلم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا لهون بنكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو، بنشوفكم فيديو جديد ويوم جديد بأمان الله. طيب والغداء؟ صار استوى. ما بدكش تقولي لهم انه حطينا غدا واكلنا بامية لا رز وبامي ما سويته. شوف هاي البامية جاهزة. وهذا الرز. هذا الرز خلص جاهز. يلا غسل ايدي. يلا.